فورتنايت نزلت ابديت جديد هينقذ اللعبه حرفيا. اخيرا فورتنايت بدات تاخد خطوات حقيقيه ممكن تغير شكل اللعبه بالكامل. الميداليونز اتشالت وده هيفرق الناس ما بين مبسوط وزعلان، لكن فورتنايت خدت القرار خلاص مفيش ميداليونز تاني. رانكد بقى نفس اللوت بول بتاع التورنمنتس، ودي خطوه ناس كتيره جدا كانوا مستنيينها. انا ما عنديش فكره هم اتاخروا كتير قوي على ما ياخدوا قرار زي ده. عندنا بافل المينيجان، اضافات زي الشوك ويف لانشر الجديده، فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول واهم حاجه ان الميداليونز اتشالت. طبعا زي ما قلت ده هيفرق الناس، لحد حابب القرار عاجبه تمام، وحد تاني هيكون متضايق جدا من القرار. خصوصا بعض البرو بلاير زي مثلا بوي وكويسي كان البلاي ستايل بتاعهم معتمد كليا على الميداليون. حتى باقي البرو بلايرز كانوا بيعتمدوا في الدبليو كينج في السولو تورنمنتس، زي ما شفنا في السولو فيكتوري كاب السيزونز اللي فاتت ان هم بيدبليو كي بالميداليونز كلهم. شفنا حد زي بيتر بوت بيضرب 30 و40 كيل في ستاجد لوبي كلها برو بلايرز. مش هقول ان ميداليونز السبب، كلنا عارفين ان بيتر بوت الجود بتاع اللعبه، بس السيل ميداليونز بتديله ادفانتج كبيره جدا عشان يعمل كده. في خبر كويس ان هي مش هتتشال الا بعد الجلوبالز، فاحنا هنشوف بوي وكويسي معاهم الميداليونز عادي جدا في الجلوبالز، بس هتتشال بعد كده في التورنمنتس بتاعت الدوز والسولو ترايل واي تورنمنت بعد كده. عن نفسي القرار عجبني جدا، عشان هم لو كانوا شالوا ميداليونز قبل الاف ان سي اس جلوبالز كانوا هيبوظوا المتعه بتاعت التورنمنت. الناس خلاص حطت البلان بتاعتها، الناس بقت تنزل اماكن مخصوص عشان تاخد الميداليونز والميثكس، وقرار كويس جدا من ايبك جيمز ان هم هيسيبوها لغايه الجلوبالز، وقرار افضل منه ان هم اصلا يشيلوا ميداليونز. انا عن نفسي بكره الميداليونز، انا مش بحبهم، بيدوا ديس ادفانتج كبيره جدا للاعبين العاديين زي وزيك، وبيدي ادفانتج اكبر بكتير للبرو بلاير. تاني حاجه هنتكلم عنها وان اللود بتاع الرانك بقى زي التورنمنتس بالظبط. عاجبني جدا ان فورتنايت بدات تهتم اكتر بالكومبيتيتيف مره تانية، عايزه ترجع الناس اللي عملوا ريتاير زمان، الناس اللي كانوا بيلعبوا اللعبه وسابوها عشان مفيش مكان يعملوا جرايندنج، مفيش مود يتدربوا عليه الا السكريمز. معظم السكريمز بتكون فيها مشكله ان الناس ما بتعرفش تتدرب في الزون رولز، لان الزون رولز محجمه الموضوع شويه، انت ما بتقدرش تتدرب زي التورنمنت العاديه. ففورتنايت من الاخر بتدي الكومبيتيتيف بلاير الرانكد مود، العب رانكد براحتك، اتدرب براحتك، واللي عايز يلعب الانرانكد موجود. هتلاقي فيه بقى عربيات شوك ويفز ار بي جيز، العب براحتك، الانرانكد موجود، لكن الرانكد للكومبيتيتيف بلايرز. القرار جه متاخر جدا، يعني كان ممكن ينقذوا سيزونز كتير جدا بقرار زي ده. سيزون زي بتاع بيتر جريفن، سيزون زي النايترو، سيزون بتاع جريم جيت، سيزونز كتير جدا كانت ممتعه، ولكن ما كانش فيه مود الواحد يتدرب فيه، ما كانش فيه حاجه تحبب الواحد في الكومبيتيتيف. فحقيقي نقول شابول ايبك جيمز، ابديت حلو جدا. نقطه سودا في الموضوع ان الميني جان اتعمل له باف، وهنتكلم عن ده بعدين، لكن الابديت بتاع الرانكد هيفرق 100%. واتمنى تكون دي خطوه اولى في الموضوع، اكيد في خطوات تانية جايه، ان هم مثلا يغيروا الرانك اب سيستم، ممكن يعملوا الموضوع ببوينت زي الارينا زمان، يعملوا اللي يعملوه. المهم ان هم يحببونا في اللعبه مره تانية، ينزلوا المودز اللي الناس فعلا بتحبها واللي الناس فعلا بتحب تلعبها. ولكن كخطوه مبدئيه هم انقذوا البلاير بيس بتاع الرانكد. لسه هنشوف الموضوع هيفرق فعلا ولا لا، بعد ما الناس زهقت من الرانكد. الناس كلها بقى بتلعب بليدز رويال، بتلعب ريلود، حتى مبات الكرييتيف، بس ما بتلعبش رانكد. اتمنى الموضوع فعلا ياثر على بلايرز ويرجع المتعه بتاعه الرانكد مره ثانيه. لو انت ما تعرفش، فانا لغايه دلوقتي ما دخلتش جنيه من الكونتنت كريشن، فالطريقه الوحيده اللي ممكن تعمل لي سبورت بيها ان انت تستخدم كود باد زياد في الايتم شوب. تغييرات تانية حصلت زي ان هم عملوا باف للمينيجان، المينيجان بقى احسن في اللونج رينج. حاسس ان هم يعني نزلوه السيزون ده، الناس ما لعبتش بيه، محدش بيحبه، فهم بيحاولوا بقدر الامكان يخلوه الميتا بتاعت السيزون ده. اكزوتيك شيك ويف لانشر هتنزل، بس طبعا بناء على انه الرانكد لود بول هيبقى زي التورنمنتس بالظبط، فديت هتكون بس للرانك بلايرز. الموضوع بقى اسهل ان انت تاخد رانك اس بلس في الاو اكس ار رانك في السولوز والدوز، هيبقى اسرع واسهل. لسه ما نعرفش الابديتس دي هتطبق امتى، في منهم اتطبق اوريدي، يعني مش قادر اوصف لكم احساسي ايه وانا بلعب رانكد من غير عربيات ومن غير شوك ويفز. باقي بنسبه كبيره جدا هيكون الابديت الجاي. ده كان فيديو النهارده، محتاج رايك في الكومنتس. هل الابديتس دي هتفرق في متعه اللعبه وهتفرق معانا ككاجوال بلايرز للعبه، ولا مش هيكون في اي اختلاف؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وفي زر الجرس لو عايز ماشي، لو مش عايز خلاص.